السلام عليكم. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم على الجوريزم جديد، هنحاول نتعرف عليه من أكتر من زاوية ومن أكتر من ناحية، ونشوف هيفيدنا في إيه. هيساعدنا إزاي إن إحنا نفكر في حاجات تانية شبهه أو حاجات ممكن أستخدمه فيها. المهم هنعيش شوية كده معاه ونشوف دنيته إيه بالظبط. نخش على البرزنتيشن بتاعتنا. طيب، الالجوريزم اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه هافمان كودينج. تمام، وهافمان ده راجل اسمه ديفيد هافمان. عمل الالجوريزم ده لما كان طالب في الجامعه، كان في ام اي تي، سوري مش في الجامعه، كان في معهد ام اي تي. الجامعه مش فارقه يعني. تمام. ديفيد ساعتها كان طالب بي اتش دي، وده كان الورقه اللي خد بيها الدكتوراه بتاعته، A method for a construction of minimum redundancy codes. الميثود بتاعته دي بتستخدم في ايه؟ مبدئيا هنشرحها طبعا، بس انا بقول لك بتستخدم في ايه. هي بتستخدم في الداتا كومبريشن. يعني الشغل اللي هو عمله ده كان تحت فرع من فروع الكمبيوتر اسمه داتا كومبريشن. تمام. داتا كومبريشن ده اللي هو انا بضغط فيه الداتا، طبعا من اسمه واضح جدا يعني. اشهر حاجه عندنا الزب ده تقريبا موجود على، يعني كلنا غالبا اتعاملنا مع الفايلز المضغوطه بشكل او باخر. تمام. فبيبقى مجموعه ملفات او فايل واحد بيتحطوا في ملف واحد مضغوط، بيقلل حجم الملفات دي نسبيا. اوكي. في برضو عندنا الجي بي جي، البي ان جي، الصور، تمام، والام بي 3، الاوديو فايلز وغيرها. الفايلز دي جواها في نوع من انواع الهافمان كود، ولو في حته منها. اوكي، يعني الهافمان كود مش هو اللي مستخدم في الفايل بالكامل، ممكن يكون مستخدم في جزء من الفايل ده. اثناء تكوين الفايل بنعمل كذا حاجه، ففي جزء منها من الفايل ده بنلجأ ليه الهافمان كودينج. مش السكوب بتاعنا ان احنا نتعرف على كل فايل من دول هافمان متنفذ فيه ازاي، لا احنا دورنا دلوقتي ان احنا نشوف هافمان ده اصلا ايه، هافمان ده بيعمل ايه بالظبط. طيب، خليني اقول لك نبدا الموضوع بالكاركترز ريبريزنتيشن في الكمبيوتر. كل كاركتر بيتم تمثيله في الكمبيوتر بالباينري في الاخر. ايا كان الكاركتر اللي احنا بنكتبه في اي مسج، في اي فايل، في اي حاجه، فهو في الاخر بيتحول لباينري كود. الحروف الانجليزي غالبا بتبقى طولها 8 بت، باينري بتاعها بيبقى 8 بت، والحروف العربي غالبا بتبقى 16 بت. تمام. آه زي ما قلنا احنا عندنا حاجات اسمها اسكي وحاجه اسمها يو تي اف 8، ودي حاجات جنرال في المجال بتاعنا، المفروض تكون عارفها وقاري عنها كويس لانها مهمه جدا في شغلنا. الحاجه التانية المهمه برضو هي المقاييس بتاعه الداتا، البت والبايتس والميجا والكلام ده كله موجودين ازاي في الكمبيوتر. الكمبيوتر بيبص لهم ازاي، بيتعامل معاهم ازاي. الحاجات دي برضو من الاساسيات قوي اللي لازم تكون فاهمها كويس. حاجات بسيطه تديها وقتها تفهمها، تبقى خلاص اساسيات اتزرعت معاك، ما تحتاجش كل شويه آه، تبقى مش فاهم حاجه بسبب انك مش فاهم الاصل بتاعها. اوكي. فاحنا مش هنشرح طبعا ازاي الكلام ده بيتحول لبعض، او ازاي الكلام ده بيتم، يعني ازاي الكاركتر العادي بيتم تمثيله في باينري، مش هنتكلم. هو بيبقى ليه متفق على انه ليه ديسيمال كود. تمام، ده متفق بالاتفاق. تمام، وبنستخدم عمليات حسابيه معروفه بنحوله لباينري، بس كده. ففي خد بالك من الجمله الاخيره دي، بنستخدم عمليات حسابيه معروفه بتحوله لباينري. فانا لو عايز احول اي حرف انجليزي لباينري، عايز اعرف بس الديسيمال بتاعه ايه. وانس ان عرفت الديسيمال هدخله في عمليه حسابيه هجيب الباينري بتاعه. والعكس، لو انا عندي باينري وانا عارف انه بتاع حرف، فانا اقدر اعكسه وارجعه للديسيمال بتاعه، وبالتالي اقدر اعرف الحرف بتاعه ايه بمنتهى البساطه. طيب، دلوقتي بقى الفكره ان ايه، عايزين نضغط عدد البيتس المستخدمه في تكويد الكاركترز بتاعتنا دي. عندنا مسج زي دي او تكست زي ده اسمه in the name of God. تمام، ده لو جينا نبص على عدد الحروف اللي فيه هنلاقيها 18 حرف. بالعد كده عد هتلاقي 18 حرف بالمسافات.
تمام. 18 حرف دول قلنا الانجليزي، الحرف الانجليزي بيبقى 8 بت، فهيبقوا اجمالي طول المسج دي 144 بت. تمام. لو عندي الرساله بالانجليزي او التكست بالانجليزي سوري بالعربي قصدي، بسم الله الرحمن الرحيم، فطبعا هنا الموضوع هيختلف. ده شكل بس التمثيل الباينري بتاع الكلمه بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم، هتبقى بالمنظر اللي انت شايفه ده. تمام. وهيبقى انا عندي 22 كاركتر، المفروض ان هو يعني مش زياده على الانجليزي قوي، يعني 4 كاركتر ولا حاجه زياده. تمام. بس دول هيبقوا 328 بت، اكتر من الضعف بشويه. وده لان زي ما قلنا من شويه ان الحرف العربي بيتم تمثيله ب 18 بت مش ب 8. كل حرف ليه التمثيل بتاعه، المسافات بس هي اللي هتبقى 8، كل حروف العربي هتبقى 16. طيب، عايزين نضغط عدد البيتس المستخدمة في إرسال الرسائل دي أو في تخزين الفايلز دي. تمام. وهنا هافمان طلع بطريقة، قالك هنحول البيتس دي لأكواد تانية صغيرة. احنا هنا جايبين كلمة زي انترنت، ده تمثيلها ده تمثيلها الباينري هتبقى بالشكل ده. تمام. وهنا دي كل الحروف المستخدمة في كلمة انترنت والبيت بتاعها شكله ايه بالظبط. وهنا احنا جبنا الحروف اليونيك الغير متكررة. تمام. يعني حرف الاي هو متكرر مرتين مفيش مشاكل، انا حطيته مرة واحدة هنا، ده تيبل بس بيعبر على الايه، الكود بتاعه ايه اللي انا هستخدمه. يعني لما اجي اشيل الاي هحط الكود اللي هو في البيتس ده. تمام. ولما الاقي اي تاني هشيل احط نفس الكود. قالك الكود ده طويل، عايزين نضغطه نقلله وندي كل حرف كود جديد. هي دي الفكرة الأصلية بتاعت الهوفمان كودينج. طيب هوفمان عمل ايه بقى عشان يوصل للعملية دي؟ قال لك تعالى نعمل الاول تيبل، نعمل نطلع الكاركترز اليونيك اللي عندنا في التكست، وكل كاركتر بيتكرر كم مره. فكلمه زي انترنت طلع عندنا التيبل ده، الاي فيها 2 بتكرر مرتين، التي مرتين، الان مرتين، والار والاي كل واحد منهم مره واحده. وقال لك اعمل سورت بقى للتيبل اللي احنا طلعناه ده. تمام. اللي هو الكاركتر والفريكونسي بتاعها من الكبير فوق، اللي هو descending يعني من الكبير للصغير. هنسورت التيبل بالشكل ده. اوكي. دي اول الشغل بتاع هافمان. اوكي. وانا هنا بستعرض معاك الاول عشان بس سوري يعني انا نسيت اقول لك، احنا هنا بنتكلم في الاوريجينال ميثود بتاعه هافمان ذات نفسه، وفي اخر الدنيا هوضح لك انا يعني ايه اللي انا بقوله ده. طيب، هافمان قال لك احنا هنبدا بالحركه دي. تاني حركه هنعملها، استعد بقى، هنكبر التيبل ده، هنعمل له شويه كولومز وشويه روز فاضيين. طيب، مبدئيا كده على جنب عندي شويه معلومات مهمه. الان اللي هو عدد اليونيك كاركترز اللي عندي. تمام. عدد اليونيك كاركترز اللي هم دول، ادي 1 2 3 4 5، انا عندي 5. طيب، في هنا كولومز احنا مسمينهم auxiliary message ensembles، او اللي هي الكولومز المساعده. طيب، عدد الكولومز المساعده دي بيساوي n-1، فانا لو عندي 5 كاركترز هم هيبقوا 4، فانا بجهز التيبل من دلوقتي. تمام. هيبقوا 4 اهو. برضو في شويه اكسترا روز. تمام. المفروض ان هم ما لهمش كاركتر، يعني سيبك من النجمه اللي مكتوبه دي، المفروض ان هم يبقوا فاضيين. برضو الاكسترا روز دول هيبقوا عددهم n-1. بس في هنا حاجه بقى ملحوظه قبل ما نخش في الشغل، يعني عشان تبقى فاهم، ترتيب الكولومز دي هيفضل ثابت طول ما انا شغال، ترتيب الروز دي هيتغير معايا دلوقتي وانا شغال. طيب، على بقى اول خطوه نشوف احنا عملنا ايه. دي اول حاجه اتعملت. بص على الخطوتين اللي مكتوبين على جنب دول. اول حاجه هعملها sum first two frequencies من تحت. هاخد، ممكن ارجع، لا خلينا على هنا. اوكي. هاخد اصغر اول 2 frequencies من تحت هجمعهم على بعض. تمام. وبعد كده بيقول لك sort the output in the table in the next column. الاوتبوت اللي هيطلع من الجمع ده خده حطه في النكست كولوم، واعمل له سورت مع مين بقى؟ مع الفريكونسيز المتبقيه عندي اللي هم دول الثلاثه دول موجودين، دول متبقيين، انا جمعت الاثنين الاولين بس بقى الثلاثه دول. طيب، الناتج عندي دلوقتي 2، اسورت ازاي؟ يعني انا ما هم كلهم 2. تمام. اعمل سورت انا بقى ازاي دلوقتي هم كلهم 2؟ حط الرقم الجديد ده في الاول تحت، في الاول من تحت. يعني وانت بتيجي تسورت كده، لو لقيت رقم مشابه ليه خلاص يبقى هو قبليه من تحت. تمام. طيب، في الحاله دي زي ما انت شايف كده انا حطيت كل رو هنا،
وزقيت الروز التانية لفوق، وده هيحصل معانا تاني واحنا ماشيين. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ اخر خطوه، موف الريمين فريكونسيز تو ذا نيكست كولوم. الاتنينات اللي كانت هنا دي اعمل لها موف للنكست كولوم. كده بقى انا عندي داتا اتحطت في الكولوم الاولاني. خلاص كده اعمل ايه بقى في الكولوم الاولاني ده؟ هاخد اخر اتنين من تحت واجمعهم، والناتج احطه في النكست كولوم، وسورت مع المتبقيين الفريكونسيز المتبقيه، وانقل الفريكونسيز المتبقيه في الكولوم الجديد. هي لوب، هعمل نفس الكلام بس رايح لايه؟ لكولوم جديد. فانا لو عملت كده اهو، هيبقى عندي 2 زائد 2 ب4. تمام. لما اجي سورت مع المتبقي اللي هو 2 و2 اهو، 2 و2 و4. الاربعه طبعا تتحط بعديهم لان هي بعديهم، فاتحطت في كولوم فوق، وهم اتنقلوا زي ما هم. ده الكولوم رقم 2. تمام. انا موضح لك هنا بالالوان، الاثنين الاصفر دول هم نتيجه ده، وده الجديد اللي بالرمادي ده اللي هو رقم محسوب وليس فريكونسي اصيل. يعني الفريكونسيز الاصيله اهي زي ما هي، الجديد بس هو ايه؟ هيبقى بلون جديد كده، بس توضيح مش اكتر. الحاجه التانية هتلاقي ان الجديد محطوط في احد الروز الجداد، دي برضو من الحاجات لازم هتلاقي الجديد محطوط في رو من الجداد. طيب الخطوه اللي بعد كده هعمل ريبيت للي حصل، هاخد اخر اتنين من تحت اللي هم الاربعه، واجي اجمعهم واجي احطهم هنا، هاجي اعمل سورت فهحط قبل ده، فبالتالي انا هزق الاربعه دي فوق. تمام. واحط الايه؟ الاربعه الجديده تحتيها. الكلام ده ماست، لو ما عملناش كده النتيجه هتختلف. ده اللي حصل اهو، جمعت الاتنين، حطيت الاربعه وزقيت الاربعه دي لفوق ونقلتها زي ما عملت في اللي تحت. انقل عشان تبقى كده خلصت الشغل. اخر كولوم خالص انا ما عنديش غير اتنين، فاتنين اجمعهم على بعض هيدوني رقم كده كده هيتحطوا فوقيهم لان هو اكيد اكبر منهم هما الاتنين. تمام. ودي هتبقى نهايه التيبل. دي المرحله الاولى من الهافمان ميثود، الاوريجينال ميثود بتاعته. المرحله التانية بقى مرحله ان انا هبدا احط كودز للحاجات اللي انا عملتها دي. انا كده عملت ديزاين لتيبل بشكل معين، بسيكونس معين، بترتيب معين، تمام، بطريقه معينه، وهبدا بقى ايه؟ احط اكواد. طيب تغيير الالوان ده بس بوضح لك الروز اللي هي الجديده دي، الروز اللي هي حطينا فيها داتا جديده. الداتا دي ما كانتش اصيله معانا، دي تم انتاجها عن طريق الايه؟ تجميع كل اتنين من تحت. تمام. طيب هاجي اللي انت شفته ده، هاجي عند من هنا من اخر كولوم من فوق، الرقم اللي انا واقف عنده ده جاي نتيجة جمع انهي رقمين؟ جاي نتيجة جمع الرقمين اللي في الكولوم اللي قبله من تحت، عكس اللي انا كنت بعمله، الرقمين اللي قبله من تحت. تمام. الرقم الجديد ده اللي هو 8 ده رقم جديد. تمام. حلو. جاي منين؟ جاي من جمع الرقمين اللي في الكولوم اللي قبله من تحت. حلو. قال لك الرقمين دول حط اللي فوق بصفر واللي تحت بواحد، حط جنبه صفر وحط جنبه واحد زي ما انا عملت كده حالا. دلوقتي الكولوم اللي انا فيه ده هو فيه اربعتين، انهي فيهم اللي في الكولوم ده كانت جديده؟ انا عندي واحده منقوله وواحده جديده. المنقوله اللي هي فوق لانها منقوله من اللي قبله، وكلمه منقوله دي خلينا نثبتها عشان نبقى ايه؟ حافظين. في واحده منقوله وواحده جديده. المنقوله اهي، ودي جديده مفيش قبلها حاجه يبقى جديده طبيعي. طيب ركز على الجديده. الجديده دي نتيجه جمع الرقمين اللي في الكولوم اللي قبلها من تحت. حلو. روح على الرقمين اللي تحت واعمل برضو ايه؟ حط على اللي فوق زيرو واللي تحت واحد. هنا بقى في حاجة مختلفة، الأربعة نفسها دي اللي هي جاية من دول ليها كود. خد الكود بتاع الأربعة حطه بعد الأكواد الجديدة دي على الشمال، هيبقى دي بقت زيرو وواحد، وده بقى واحد وواحد، والكود بتاع الأربعة اللي بالأحمر ده. تمام. هنعيدها دلوقتي في كذا كولوم يعني. تمام. طيب خلينا زي ما احنا لسه في الكولوم ده، عندنا الأربعة المنقولة دي هنعمل فيها ايه؟ هننقلها زي ما هي للكولوم اللي قبلها. الكود الجديد بتاعها ده هننقله زي ما هو للكود اللي قبلها. فكده انا ايه؟ الكولوم الاتنين ده اتحط فيه كله اكواد، كده انا تمام. الكولوم دلوقتي ده الكولوم اللي انا فيه، انا زي ما انت خدت بالك كده انا بعمل حاجتين، يعني لو انت ما خدتش بالك منهم يعني من الكولوم اللي فات، فخليني اقول لك تاخد بالك منهم دلوقتي.
الرقم المنقول بنقل الكود بتاعه زي ما هو، الرقم اللي محسوب بدور على الارقام اللي حسبته وباخد الكود بتاعه وبزوده على الاكواد بتاعته. طيب انا هنا خلينا اخلص من الارقام المنقوله. انا عندي الارقام المنقوله فين؟ هنا في الكولوم اللي انا فيه ده اللي هو 2 و2 دول منقولين، وواضح ان هم منقولين معايا من الاول اصلا. قال لك خلاص كده 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 هو الاكواد بتاعتهم خلصت ومش هتساهم في اي حاجه بعدين، انقلهم زي ما هم لكل الحاجات اللي قبليهم، اخلص منهم على طول. عايز تنقلهم يعني كولوم انت حر، عايز تعملهم زي ما انا عملت دلوقتي مره واحده انت حر، تمام. بس في الاخر كده كده هم هيتنقلوا المنقولين دول، تمام. انت بتقعد تنقل زي ما عملنا فوق في الاربعه. هنا احنا نقلنا لاخر ما كانت موجوده بس، يعني وقفنا عند الزيرو، خدناه نقلناه عملنا منه كوبي لغايه اخر تواجد ليها. برضو نفس الحكايه هنا، المنقولين رجعنا عملنا كوبي للي قبليها كله، تمام. الرقم الجديد في بعض الاحيان بيبقى منقول، تمام، وبعض الاحيان بيبقى جديد. هو في اول ظهور ليه بيبقى جديد، بعد كده بيبقى منقول. ف في رقمين اهم او في نوعين بنتكلم عليهم، المنقول والجديد، وده بيرجع لحسب الكولوم اللي انا واقف فيه. الكولوم اللي انا واقف فيه هو اللي بيحدد ده هنا هو جديد لكنه كان هنا منقول. اتمنى الحته دي بس عشان ما تلخبطش، اتمنى تكون فهمتها يعني. طيب احنا هنا نقلنا احنا هنا في الكولوم ده عملنا كوبي خلاص، فاضل الرقم الجديد. الرقم الجديد عندي اللي هو الاربعه. رقم الاربعه ده جاي منين؟ الكولوم اللي قبله الرقمين اللي تحت. فالرقمين اللي تحت دول هحط هنا صفر وهنا واحد، وهاخد الصفر بتاع الاربعه احطه بعديهم، فهيبقى بالمنظر ده صفر وصفر واحد وصفر. كده الكولوم 2 ده خلص، انقل على الكولوم رقم واحد. كولوم رقم واحد انا عندي الاتنين اللي هم دول منقولين وخلصناهم، فاضل دي منقوله برضو، دي تتنقل، اوكي. وبعد كده اهي تتنقل زي ما هي. وبعد كده الرقم الجديد اللي هو 2 ده جاي من حسبة ده وده، نفس اللي حصل هعمله تاني. هحط هنا زيرو وهنا واحد، واخد الزيرو واحد دي واحطها ايه على الشمال فوق وعلى الشمال تحت، بس كده. خدت بالك انا وصلت لغاية الفريكونسي خلاص. كده كل رقم بقى ليه كود جديد، كل رقم بقى ليه كود جديد. الكود ده شبه الباينري اللي هو ال 8 بت وال 16 بت، بس هنا اللينس بتاعه هو فاريبل، ما بقاش ثابت. وكمان بقى يعني زي ما انت شايف بقى اللينس اللي هو فيه منه 2 ومنه 3، انما مش 8 و16. فهنا انا موفر شويه توفير حلوين يعني، تمام. ممكن اخد الاكواد دي على جنب كده اهو في تيبل، هيبقوا بالمنظر ده لو هكتبهم على جنب يعني، تمام. طيب المنظر ده خلينا ناخد التجميعه اللي احنا طلعنا بيها مع شويه داتا تانية كده ونتكلم عليهم. كلمة انترنت دي ما زالت هي الكلمة اللي عليها المثال كله. دي الكاركترز بتاعتها، دي الفريكونسيز بتاعتها، ودي البيتس الأصلية لو هيبقى 8 بت، ودي نيو كودز. زي ما انت شايف كده في فرق كبير بين في الحجم يعني بين الاتنين. طيب في هنا بقى شوية بروبرتيز للهافمان كود او هافمان كودنج ميثود. اول خاصية، تمام، ان مفيش كود هيطلع متشابه مع كود تاني. مفيش كود اقدر اعمل بيه حرفين، مفيش كود هيبقى هو كود بتاع الاي وكود بتاع الار زي بعض، مش هتحصل. الطريقه دي بتضمن ده، خد بالك من الكلام ده. الطريقه دي بالسيكونس اللي احنا مشينا عليه بتضمن ده، والكلام ده جاي من ماس باك جراوند. يعني الراجل اللي فكر ده في الكلام ده كان بيفكر في عمليات حسابيه، تمام، طلع بالطريقه دي وهو متاكد انها مش هتطلع كودين متكررين. تاني خاصيه، مفيش كود ينفع يبقى بريفكس الكود تاني. بمعنى ايه؟ في اكواد صغيره واكواد كبيره. اكواد الصغير ده مثلا 10، مفيش كود من الطوال دول هيبقى بيبدا ب 10. مش هتلاقي مثلا 0 1 0 ده بيبدا ب 10 0 مثلا، او بقى 100 مثلا. مش هتنفع. الطريقه دي مش هتسمح بكده. مش انت اللي مش هتسمح بكده، الطريقه اللي حصلت دي هي اللي مش هتسمح بكده. اخر حاجه برضو دي حاجه لطيفه، ان اللونج كودز هتبقى مستخدمه للكاركترز الاقل فريكونسي، الاقل تكرارا. بمعنى ايه؟ زي ما انت شايف كده، الكود مثلا بتاع الاي هو طوله 3 بت، والاي نفسها متكرره مره واحده. وفي حين ان الاي اللي هي متكرره مرتين، فمعنى انها هتبقى موجوده كتير عندنا في الرساله، الكود بتاعها هو الكود الصغير. والكلام ده
هيبان اكتر مع عدد الاكواد الكبيره، او لو فايل تكست كبير هيبان اكتر الكلام ده. هتلاقي ان الحرف الاخير ده ممكن يكون التكرار بتاعه مثلا 200 مره وهو واخد 2 كودز بس، او 2 بت، الكود بتاعه 2 بيتس، في حين ان اول حاجه متكرره اللي ممكن يكون حرف او حرفين هتلاقيه مثلا واخد 6 او 8 بت. تمام. اللونج كود هيبقى مستخدم للليست فريكوينسي كاركترز. دي 3 مميزات مهمه في الهافمان ميثود. لو جيت استخدم الكود الجديد في تكويد كلمه بتاعت الانترنت، ده الشكل القديم بتاعها وده هيبقى الشكل الجديد بتاعها. طبعا باين ان انا موفر في المساحه. في معلومه هزودها على الكلام ده كمان شويه، بس اصبر عليا. تعالى نعمل نقلب حاجه في التيبل اللي فات، حاجه هافمان ما عملهاش بس هي تنفع، واحنا هنستعرضها هنا فقط لسبب ما بعدين، بس مش هنعمل بيها احنا حاجه. نفس التيبل اللي احنا عملناه بس عكسنا، خلينا السورت ascending من الصغير للكبير، فبقى من فوق لتحت بدل ما كان من تحت لفوق وماشي عمال اطلع فوق، لا بقى العكس. فهنأثر لان هيبقى نفس الفكره اللي عملناها هناك هيبقى عملناها هنا، بجمع اصغر رقمين واحطهم وانا راجع اشوف اصغر رقمين. بس الفكره هنا ان الدنيا اتشقلبت. هو كده كده انا لما اجي هكود اللي فوق بزيرو واللي تحت بواحد، بس ده عكس اللي فات، فهيطلع لي باكواد عكس الاكواد اللي فاتت، ولكنها برضو سليمه لانها عكسها 100%، فتنفع. لو جينا حطينا الاتنين جنب بعض هنلاقيهم الاتنين بيطبقوا نفس البروبرتيز. تمام. هافمان ما عملش كده، بس احنا عملنا كده بعدين بشكل تاني. فانا بعرض معاك الكودين دول عشان اقول لك ان الاتنين بيحققوا نفس البروبرتي او البروبرتيز الثلاثه بتوع هافمان. تعالى نستعرض ميثود تانية لهافمان، والميثود دي هافمان نفسه ما قالهاش في البيبر بتاعته. تمام. لكنها اشهر طريقه مستخدمه في شرح الهافمان كود. دي اكتر طريقه مستخدمه وزن التك كوميونتي. دي اكتر طريقه هتلاقيها مشروحه، هتلاقي الناس بتتكلم بيها، هتلاقي في الانترفيوز مثلا هتتسال عنها او كده، هتبقى هي الطريقه بتاعت الباينري تري ميثود. وزي ما قلنا في احد السيشنز السابقه، كلمه باينري تري ما تخليهاش تخضك. باينري يعني ثنائي، وتري دي اللي هي بتريبريزنت، خدنا شكل الشجره اللي هي بيبقى غصن طالع منه فروع وكل فرع طالع منه ورق وهكذا، فاحنا خدنا الشكل ده. تمام. وقلبناه بقى من فوق لتحت مش من تحت لفوق. وقلنا انه باينري علشان ايه؟ علشان كل فرع بيطلع اتجاهين فقط، كل فرع بيطلع فرعين فقط، فثنائي. هي دي الفكره. فاحنا هنحط الحاجه دلوقتي بتاعتنا في شكل باينري تري، لان احنا اصلا في الاخر الاكواد بتاعتنا باينري 0 1. تعال نشوف الكلام ده اتعمل ازاي. اول خطوه بعملها انا بسورت الفريكوينسي بتاعت الكاركترز عندي زي ما اتفقنا من الصغير للكبير ومن الشمال لليمين. كده كده السورت ده واحد، ايا كان انا بعمل ايه انا لازم هعمل سورت، بس انا هحطه هنا في شكل الليف بتاعت الشجر، الورق بتاع الشجر. طبعا مش بشكل اللي هو يعني برسمة الورق يعني، بس هو هيعبر عن الورقة النهائية بتاعت الشجرة. طيب خلينا نشوف الخطوة التانية المفروض اعمل ايه، او خليني يعني المفروض اعمل ايه دلوقتي. المفروض ناخد اول رقمين واجمعهم على بعض واعمل نود اللي هي الحاجة اللي هتربط الاتنين ببعض دول. تمام. هي اسمها نود في الباينري ماب، اسمها في الباينري تري سوري اسمها نود. هتبقى بالمنظر ده. جمعت الاتنين عملت نود فبقت رقم جديد اللي هو الاتنين، ومفروض ان انا اعمل لها سورت، اعمل سورت للاتنين دي مع باقي الليفز اللي موجودة هنا. فبما انهم كلهم اتنينات وهي كمان اتنين فهتتحط قبليهم. افتكر شوية حاجات من التيبل اللي لسه شارحينه هتطبق هنا، بس في حاجات في تويستاية كده في الاخر يعني. طيب المفروض الخطوة التانية ان انا ابدأ اجمع اصغر او الرقمين الاتنين والاتنين، النود زائد الليف. النود زائد الليف مفيش مشاكل. هطلع بالشكل ده. الشكل ده فجأة الدنيا اتغيرت فين؟ انا كنت متوقع الحاجة تظهر هنا، لا، ما انا لما هجمع 2 زائد 2 هتبقى 4. لما هاجي صورة الاربعة مع الاتنين المتبقيين هتبقى بعديهم، وده اللي حصل. 2 و2 و4 اتحطت بعديهم بكل اللي تحتيها، راحت هي وكل اللي تحتيها اتزقت كده. وده الكونسبت الثابت هنثبته. تمام. الخطوة دي المفروض اعمل ايه؟ اول 2 اجمعهم على بعض،
اهو جمعتهم على بعض. لما جيت اعمل سورت لقيت اللي بعديها 4 وهي برضو 4 ومفيش حاجة تاني، خلاص فتفضل هي في الاول. تمام. اتمنى الحتة دي تكون واضحة. اخر حاجة عندي انا فاضل عندي هنا 4 و4 هم اللي فاضلين، هجمعهم على بعض هيديني 8. بس كده. انا كده الطريقة دي اسرع شوية من التيبل، بس احنا يعني لسه هنعمل الجزء التاني اللي هو التكويد. احنا كده عملنا ايه؟ رسمنا ماب. المره اللي فاتت رسمنا تيبل، هنا رسمنا تري، باينري تري. تمام. تعالى ناخد الكلام ده للستيب اللي جاي. الاصفار والوحايد بقى اللي انا بكون منها الكود بتاعي. هبدا احط اصفار على كل البرانشز اللي على الشمال. تمام. شمال ايدك، يعني ايدك الشمال وانت باصص كده، ايدك الشمال دي هتبقى اصفار، واللي على اليمين هتبقى وحايد. حلو. طيب اكود بقى كل حرف ازاي؟ بالطريقه دي. اشوف كل حرف المسار اللي هو من فوق لتحت، يعني من فوق خالص لغايه الحرف، المسار اللي يوصلني للحرف. كل مسار من دول، كل مسار او سوري المسار كله على بعضه متكون من كذا برانش. ادي 1 و0 و1. يبقى كده حرف الار الكود بتاعه هيبقى 1 و0 و1. نحط بقى في الاعتبار حاجه مهمه. انا عندي ارقام من فوق لتحت، لما اجي هنيمها بقى على جنبها، هنيمها يمين ولا هنيمها شمال؟ لا، هتنيمها للشمال. تمام. والحته دي بتلخبط فاحفظها. هتنيم الارقام للشمال. شمال من فوق يقع كده على الشمال، واللي بعديه على الصوره واضحه، يعني كل حرف واضح ورايح ماشي ازاي. تمام. دي كده ايه 101. لو رحنا لكاركتر تاني زي الاي، برضو نفس الفكره، هيبقى الواحد تنزل الاول، بعد كده الزيرو، بعد كده الزيرو شمال. لو جينا عملنا يمين هتبقى غلط. لو جينا عملنا يمين هتبقى 0 0 1. في الحاله دي الكود ده هيبقى بايظ. وهتشوف دلوقتي مع بقيه التري في حرف الكود بتاعه 0 0 فقط. في الحاله دي ال 0 0 ده بقى مشابه للبريفكس ده. مش ده الاجمالي الكود. البريفكس طبعا المقدمه حته من الكود الاولانيه، يعني ايا كانت، يعني ايا كان طولها ايه. فانا عندي كود 0 0 بقى بريفكس للكود ده، فده شكرا باظ كده. ده كده ايه؟ البروبرتيز بتاعت هافمان كودنج مش متاحه كده، باظ كده، ما ينفعش، مش هعرف اكود بيه. تمام. فعشان كده بنروح ناحيه الشمال، ده اساسي لازم نعمل كده. تمام. ده اجمالي الكاركترز بعد ما ايه هنعمل لها التكويد المناسب. تمام. كل حرف اهو مثلا الاي 0 1 من الشمال 0 1. تمام. حرف الان هيبقى 1 1، دي مش فارقه، والزيرو زيرو كلها يعني مش هتبقى ايه ايشو كبيره يعني. فده في الاخر التيبل الكبير. التيبل ده الاكواد اللي فيه هي الاكواد بتاعه اللي طلعت من التيبل المعكوس، مش التيبل الاصلي. عشان كده انا ذكرت لك التيبل المعكوس عشان اطمنك ان الطريقه دي بتجيب برضو مع الكودينج مفيش مشاكل، حتى لو كان هافمان نفسه ما قالهاش. طيب وانت بتيجي تعمل الماب، شيطان الديفلوبرز هيجيلك ويقول لك الله، طب ما انا ممكن اجود، يعني انا ممكن احاول اقصر الكود، انا ممكن اوصل لكود طوله بت واحد بس، وممكن اعمل حركات كده. الطرق دي ما تسيبش نفسك ليها. اوكي، ما تجودش، ما تروحش ناحيه الاتجاهات دي. احفظ الطريقه ده مبدئيا. تاني حاجه، الطريقه دي ليها اصول، يعني هي اتعملت بالاصول، ده واحد خد الدكتوراه بيها. تمام. بغض النظر ان طلع لها فاريانتس او نسخ اخرى بعدين بتعدل فيها، بس حتى النسخ دي طلعت كانت عباره عن ساينتفك بيبرز، ما كانتش حاجه عشوائيه. فلو انت حاسس ان انت يعني قلبك ارتاح لمجال الداتا كومبريشن، وان هافمان كودنج ده كل عقلك شويه وانت عايز تكمل فيه، في الحاله دي انت هتروح بقى تدرس ايه؟ تشوف هافمان كودنج ده البروف بتاعه ايه. تمام على الكلام ده، وتشوف هو عشان يوصل يعمل الكودنج بتاعه ده، الهافمان كودنج الميثود بتاعته دي كان دارس ايه اصلا قبليها. تمام. وطلعت ازاي. وتبتدي انت بقى تقدم بروف انت كمان على ان ممكن نستخدم طريقه اخرى تؤدي الى اوبتيمم سولوشن. تمام. طيب وهنا كلمه اوبتيمم سولوشن دي تقودنا الى معلومه مهمه. احنا بندرس جريدي الجوريزم. فين الجريدي في الهافمان؟ لو خدت بالك لغايه دلوقتي ان احنا ما درسناش كل الاحتمالات. احنا كنا بنرتب الداتا بشكل معين وخلاص، وبناخد خطوه جريدي. اول اتنين اجمعهم وزود الرقم. اول اتنين، طب مش ممكن اعمل حاجه تانية؟
ده ممكن يكون حاجة تانية لو عملتها تديني كود احسن. لا، الطريقة دي بتؤدي في الاخر الى احد الاوبتيمم سولوشنز. زي ما قلنا الاوبتمايزيشن بروبلم بيبقى فيها اكتر من اوبتيمم سولوشن، في كذا سولوشن محتمل للمسألة دي، ففي كذا سولوشن محتمل لعملية التكويد. ده واحد من الاوبتيمم بتاعهم، هوصل له بطريقة جريدي، ان عن طريق ان انا مش هبص لكل الاحتمالات واذاكرهم وادرسهم واحد واحد وفي الاخر اختار احسنهم. لا، انا هعمل طريقة تضمن لي ان انا ماشي في ان انا اوصل لاحد الاوبتيمم سولوشنز، وده اللي هافمان عمله. خلينا نبص بصة كده على الاكواد النهائية بعد ما خلصناها، الكاركترز والكود بتاعه. وده الاولاني ده، دي الكود ماب اللي انا يعني دي الكودز اللي انا طلعتها. التاني ده انا حولت الكاركتر للبيتس بتاعته الاصليه، وهفهمك بقى ليه انا بعمل كده دلوقتي. دي معلومه الزياده بقى اللي كنت قلت لك هزودها يعني. طيب، اولا الاوريجينال مسج اللي هي بتاعت انترنت كانت طولها 64 بت، تمام. لما حولناها بقت مضغوطه بقت 18 بت which is great قوي. لكن في بقى المعلومه اللي في الاخر دي اللي هي compressed plus Huffman map. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيعني ان انا علشان اضغط مسج بالطريقه اللي هي اسمها هافمان كودينج لازم احط الماب بتاعت الكودز مع المسج. فالماب بتاعت الكودز هتتحول لباينري. انا اوريدي الكودز عباره عن باينري، فاضل البيتس الكاركترز بس تبقى باينري هي كمان الاصليه، تمام. فالكاركتر بالكود بتاعه لو جيت جمعت الكلام ده كله على على الحته الاوريجينال، تمام اهو. يعني خلينا الحته دي كده الماب، اول سطرين دول الماب، وزودت عليهم كاركتر كده بنسميه اند اوف هيدر، وهو ممكن يكون اي كاركتر ايا كان متفق عليه، بس ما علينا هو كاركتر 8 بت زائد المسج فبقى 78 بت اللي هو اكتر اصلا من الاوريجينال اللي هي 64. واحده واحده بقى وما تفهمش غلط. انا لازم احط الماب لان زي ما قلنا احنا عندنا اكتر من طريقه ممكن اطلع بيها اكواد، بعكس اول سلايد شرحتها لك بتاعه الباينري ال 8 بت وال 16 بت بتاعه الاسكي واليو تي اف. دي طرق ماس متعارف عليها. اديني الديسيمال احوله لباينري، اديني الديسيمال احوله لباينري بمنتهى السهوله. لكن هنا انا بخترع كودنج سيستم جديد، والكودنج سيستم ده متناسب فقط مع المسج دي، ما ينفعش يبقى مع كل الناس، ما ينفعش، مش هينفع. لو جيت استخدمه لاي مسج تانية هتبقى خرابه. اوكي، ف هنا لازم احط الماب دي مع الداتا، عشان وانا بفك الداتا بعمل دي كومبريشن استخدم الماب دي، وبحط الماب في الاول عشان يبقى معروف انها موجوده في الاول، وعلامه تفصل ما بين المسج وبين الماب عشان اعرف ان انا خلصت الماب. ده ايه الكلام الصح. قبل بقى ما تفهم غلط خلينا ننقل على السلايد اللي بعديها. لو انا زودت كلمه انترنت على انترنت اللي موجوده هتبقى انترنت ولازق فيها انترنت من غير مسافات بس يعني وخلاص عشان نقصر يعني، تمام. هتبقى الاوريجينال مسج 128 بت، لما اجي احطها كومبريسد مع الماب هتبقى 96. وهنا الرقم بقى كومبريسد فعلا، بقى مقبول جدا، انا بس زودت يعني نفس الكلمه. اوكي، فده انا عايز اقوله لك. انا قلته لك قبل كده في احد السيشنز اللي كنا بنتكلم فيها على الكومبلكسيتي كلاسز، وجينا نمثل او نرسم كل كومبلكسيتي كلاس على جراف اكس وواي، كانت بتعمل كيرفات كده. وجينا قلنا معلومه مهمه قوي، مش فاكر يعني بالنص، بس اللي احنا قلناه ساعتها ان احنا كل يهمنا في الالجوريزمز لما نيجي نقيسها بنقيسها عند ان بتابروتش انفينيتي، عند ان وهي ارقام كبيره قوي. لكن الجمله المهمه بقى لما بننزل تحت عند ارقام قليله احيانا كومبلكسيتي كلاسز بتبقى ورست، بتبقى وحشه جدا، بس عند الارقام اللي تحت دي بتبقى كويسه، والعكس. احيانا حاجه جميله جدا بس هي تحت خالص بتبقى وحشه جدا. فده مثال صغير ان الرساله لو قصيره مع الهافمان كودينج انا ما عملتش كومبريشن، بالعكس ده انا عملت انفليشن يعني عملت العكس تماما، انا كبرت المسج ما صغرتهاش. لكن لما بدأنا نزود الحروف يعني في حاجه بسيطه بس، تمام، الافشنسي بتاعه الكودينج ده، نظام التكويد ده بدأت تبان. تمام. طبعا في اعتبارات كتير بعد كده بنبص لها اللي هي البروسيسنج باور المستخدمه في التكويد في الكودينج والدي كودينج. تمام، انا بعمل كودينج للمسج وبعدين اعمل لها دي كودينج، دي حاجه بتؤخذ في الاعتبار. خليني اقول لك ان الطرق دي في منها كتير مستخدم في بعض اجهزه النتورك،
وبيتم جوه جهاز النتورك نفسه، بيبقى دي وظيفته. في موديول وظيفته انه يعمل ديكودنج للداتا اللي جايه او يعمل كودنج للداتا اللي رايحه. فبيبقى ساعات بيبقى الورك لود ده او الشغل بتاع البروسيسنج ده اوفلودد عن الكمبيوتر النهائي. بس خليني اقول لك ان لو احنا بنستخدمه على الكمبيوتر بتاعنا لسبب ما، الباور كونسامشنز هيبقى من الكمبيوتر بتاعنا. انا بقلب بس شويه حاجات في دماغك مش اكتر، عشان يبقى عندك وعي زياده شويه. طيب احنا قلنا في الاول ان هافمان كودنج ده ليه اكتر من فاريانت. هافمان كودنج طلع منه شويه حاجات كتير قوي، كلهم في الاخر هافمان، كلهم في الاخر يهدفوا الى التكويد بالطريقه دي. واحنا مش هنتعرف على الفاريانت دي خالص. احنا كده اتعرفنا على هافمان الاوريجينال، تفكير الراجل نفسه في البيبر بتاعته كان عامل ازاي، وتعرفنا على اشهر طريقه مستخدمه في الكوميونتي اللي هي الباينري تري. السيشن اللي جايه بقى ان شاء الله نتكلم على الكودنج، اللي هو الكود بتاعنا بقى، البرمجه، نرجع للبرمجه، نكتب كود بقى الامبلمنتيشن بتاع هافمان بقى من ناحيه لغه البرمجه اللي بنستخدمها، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي.